بحسب معظم المصادر الرسمية واللي نثق فيها، راشفورد بنسبة 99% إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة. السؤال المهم: هل فعلا برشلونة محتاجين لراشفورد اللي يعيش منعطف في حياته الكروية؟ لاعب في آخر سنتين ما نجح في مانشستر يونايتد، راح استون فيلا، أيضا يعتبر فشل رغم استون فيلا قدموا موسم جدا رائع مع إيمري. هل ممكن مع فليك تتغير أمور راشفورد؟ كل شيء جايز، وهذا شفناه مع فليك، مع نتكلم عن ليفا، نتكلم عن توريس، نتكلم عن رافينيا، فجر كثير من الطاقات في برشلونة. بس هل راشفورد راح ينفجر ويشوف نفسه في برشلونة؟ شخصيا أعتقد أن نعم، راح ينجح في برشلونة، مو بعشان فليك فقط، لأنه هو اللاعب يبي ينجح ويبي يرجع. حصل كثير عروض من كثير أندية، وحصل عروض أيضا في السعودية، وراتب أعلى من الراتب راح يتقاضاه في برشلونة بحسب المصادر 12 مليون يورو. رفض كل العروض وقال يجب أن أعود إلى أوروبا ويعيد أمجاده ونجوميته.